السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لينا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو رولي دجاج بمرقة الزيتون، يجي بزاف بنين وحاجة بريزونطابل، يعني تقدموها لضيافكم بلا ما تحشموا. خلينا نشوفوا المقادير. اول حاجة لهنا واش عندنا صدر تاع دجاج. انايا مرحيته في الدار. ما جبتوش مرحي باسكو تاع برا يجي مطلوق بزاف. نحتاج لهنا حبة تاع بصل، شوية تاع معدنوس ولا حشيشة، تقدروا تستعملوا حشيشة، انا يكتفيت بالمعدنوس. حبة تاع بيض كاملة. نضيفوا تاني مغرف تاع توابل الدجاج، راح يعطونا بنة بزاف هايلة للدجاج تاعنا. نضيف مغرف تاع العكري او فلفل الحلو. هذايا العكري راح يعطينا لون بزاف شباب في التحميرة تاع الرولي تاعنا. ونحتاج لهنا مغرف تاع فلفل اسود. ونحتاج تاني تلت معلاق تاع لا شابلور باش يشد لنا الدجاج تاعنا. ومغرف تاع زيت، ونزيدوا لهم مغرف تاع زيت. الزيت تاعنا راح تعمل باش تخلي لنا الدجاج تاعنا طري. هنايا نسيت الملح، وضيفوا مغرف تاع ملح. ما تملحوش بزاف لانه الدجاج تاعنا راح يكون الزيتون تاعنا راح يكون مالح. نخلطوا كامل المكونات مع بعضها، وكل وحدة تشوف على حسب هي اذا تقدر تزيد لا شابلور ولا لا. لانه كاين اللي الحبة تاع البيض تاعها كبيرة، وعلى حسب الكمية تاع الدجاج اذا راح ديري كونتيتي كبيرة. انا هنايا راح نضيف حبة تاع اسفة، نضيف مغرف تاع لا شابلور ونبقى نخلط. نخليه يرتاح شوية. نروح نجيب سيلوفان هكا، ونجيب نصف الكمية. وماذا بيكم باش تسهل عليكم الخدمة، يدكم تمخوها مرة واحدة برك بالزيت هكا باش ما يلصق لكمش. وبقاو تفتحوا في هذاك الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا. لانه شوفوا انا راني نفتح بعقلي، خذوا وقتكم وانتم ما تفتحوا، لانه باش تشوفوا البلاصه ما تجيش طالعه على بلاصه وبلاصه ما تجيش هابطه على بلاصه. ونبقى هكا نفتح الدجاج تاعي حتى نحس انه خلاص كما راكم تشوفوا. هنايا واش ندير، نجيب هذا الجبن تاع الشرائح تاع لي ساندويتش هدايا، ونبدا نحط فيه نفرشو كامل فوق الدجاج هكا باش يعطينا بنة بزاف بنينة للرولي تاعي. شوفوا كيف البنات. اذا عجبكم الفيديو اشتراك في القناة، وخلوا لي جام، وخلوا لي كومنتير شابة كيما نتوما. دعموني باش هكا نتحفز ودايما نحط لكم جديد. هكا البنات سرعت لكم الفيديو. نحط كامل هذاك الجبن على الدجاج تاعنا. واش نزيد هنايا البنات، نجيب فرماج تاع المكعبات او فرماج تاع الطيلة الرولي الدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا هكا. نسقم الجوانب تاعو هكا ونزيرو مليح يا البنات، ونعقدلو الجوانب تاعو. نجيب الالومنيوم نلفو فيه ونزير الجوانب تاعو مليح، نزيرو مليح باش هكا يطيب لنا وياخذ لنا شكل بزاف شباب.
البنات كل واحد كيفاه، كاين اللي يقدر كاين اللي تحطوه في الكسكاس. انايا راح نديروه في الفور. ياخذ لنا وقت الطياب من 25 دقيقة حتى ل 35 دقيقة. كي تدخلوا فيه الكيغدون تعرفوا اذا طاب ولا لا. لهنا نجيبوا الكسرونة تاعنا باش نحضروا المرقة تاع الزيتون. نحطوا لها 2 مغارف تاع زيت، نضيفوا لها حبة تاع بصل كبيرة هكا، تكون متوسطة مش كبيرة كبيرة، تكون مربية مليح. البنات باش تجيكم الماكلة بزاف بنينة لازم تحمسيها. التحماس هو اللي يخلي الماكلة بنينة. ضفت انايا عندي لهنا رقبة تاع دجاج. تقدروا نتوما اللي حب يدير مرصوات تاع دجاج كيما حبيتو. انايا ضفت هذا بكتفي بهدايا. نحمسو مليح هذاك الدجاج والبصل. نضيفوا له من لهنا مغرف تاع كاري او كركم اسفة، ونضيفوا لها مغرف تاع فلفل اسود. انا هذا واش ندير في المرقة تاعي. ونضيفوا لها شويه تاع ملح. الزيتون تاعنا راهو مالح، ما تكتروش الملح هكا، ونخلطوه مليح. كل وحده دير وكيفاش مالفه دير المرقه تاعها. انا هكا نديرها وانتم ديروا ولا ديروا كيما درت انايا كيما تحبوا نتوما. لهنا الزيتون تاعي اللي مزروبه تغليه تشلو 2 خطرات وديروه يغلي واحد 2 دقائق وتشلو يروح له الملح. اللي ماشي مزروبه تحطوه في الماء دو فوا واحد 2 سوايع تبدلوا الماء. المره الاولى تزيد المره الثانيه يروح له كامل هذاك الملح. هكا نمزج كامل المكونات. نخلط كامل مليح. ونمرق. تمرق البنات مرقوا قيس ما يتغطى هذاك الدجاج والزيتون شويه، ما تمرقوش بزاف لانه الدجاج تاعنا ما راحش ياخذ لنا الطياب بزاف، والزيتون تاعنا باينه ما راهو طايب يعني. ونغطيه ونخليه يطيب. هاني رجعت لكم جبت الدجاج تاعي من الفور راهو سخون بزاف. البنات اللي يحبوا يديروا في الرولي تاعهم البيض يقدروا يديروا البيض. انايا لهنا الفرماج يجي احسن. شوفوا طابلنا. نسيت نقول لكم البنات كي قبل ما تجبدوهم من الفور دخلوا فيهم الكيردون شوفوا اذا طابوا ولا لا. اذا خرج لكم ناشف عرفوا بلي طايب. خلوهم من الأحسن البنات خلوهم يبردوا. أنا يا هكا دايما نحب كل حاجة تمتم، نحب كل حاجة لازم تكون تمتم وسخونة دايما هكا، لأنه كي يبردوا راح يشدوا لكم يشدوا روحه أحسن. راهو بزاف طري كي تجبدوه من الفور راح يكون طري بزاف. على بيع قلت لكم البنات زيرو لانه الجبن يخرج لكم انا وتسرب لي شويه. ندي نديرهم في المقله. شوفوا لهنا درت مغرف تاع زبده. البنات حسبت لي كان يصور هو ماهوش يصور. مغرف تاع زبده و2 مغارف تاع زيت.
نحمروهم من الجوانب كامل. بعد ما طابوا لنا جبدناهم خليناهم يبردوا. من الأحسن خلوهم يبردوا هكا باش الفرماج ما يسيل لكمش وباش ياخذوا لكم الشكل شباب. نقطعوهم شرائح نزلهم توعي سخونين، لأنه الجبن نزل لاصق في الموز. البنات هاد الوصفة بزاف تحمروا بها وجهكم، تقدموها لضيافكم. هذه وصفة رمضانية، يعني تحضروها صباح ما راحش تشد لكم الوقت بزاف. تحضروها صباح وتخلوها في رمضان احسن. يعني والبنا ما نحكي لكمش. هنايا بعد ما قطعت الرولي تاعنا نجيبو صحن التقديم. نحط كمية من مرق الزيتون او مرقة الزيتون. شوفوا اللون تاعها رائع. البنات ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، خلوا لي كومنتير شباب كيما نتوما وجام هكا باش تدعموني وتحفزوني، ودائما نزيد لكم نجيب لكم جديد. هكا نزينوا بهذه الطريقة، نتوما تقدروا تزينوه بأي طريقة حبيتوها نتوما. شوفوا المنظر تاعو بزاف هايل. هكا ونزيدو نزينوه بشوية تاع معدنوس او حشيش شربة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ودعموني، ما راح تخسروا والو. وباي باي، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامة.